اولي صفحة من الصفحات اللي كنت بتابعها من فترة، واللي كان مميز فيه ان هو كان بيستغل كل لاير صح. واكبر سر في الانيميشن اللي كان بيتطبق في كل فيديوهاته ان هو الانيميشن ما كانش بيوقف ابدا. فانا اخدت فيديو من الفيديوهات بتاعته وقلت لما اعمل انا الفيرجن بتاعي، ودي كانت النتيجة طبعا، وده بعنوان فيديو النهارده. ازيكم، انا حسام، فيديو اديتور موشن ديزاين. وقبل ما ابدا عايز اقول لك طريقه الشرح هتبقى ماشيه ازاي. انت بستحمل البروجكت وعايزك تمشي معايا خطوه بخطوه عشان برضو ما تضيعش وقتك وفي نفس الوقت تكون فاهم الفكره، وبعد كده لما تخلص يا سيدي انت تعدي عليها زي ما انت عايز. وطبعا اول حاجه هنبدا نشرح فيها في الانيميشن دوت وهو الديزاين، وعايز اقول لك ان ده اسهل جزئيه هتتشرح النهارده لان ما فيهوش اصلا حاجه. وطبعا اول حاجه في الديزاين دوت واللي هو الشيب اللي قدامك ده، وده ببساطه مثلا نيجي نخش هنا على اي كومبوزيشن جديد، نعمل هنا شيب وتسنتره هنا بالظبط وتخش بس على الراوندنس. وبعد كده لما انت تيجي تعدله طبعا انت ممكن تخش على السايز، تشيل اللينك وتبدا تظبط الحجم اللي انت عايزه. وطبعا ده الكود بتاع اللون ما تنساهوش وتدوس اوكي. وطبعا عشان ما تتلخبطش في الالوان لازم تتاكد ان انت شايل علامه الصح من يوز ديسبلاي كلر دوت، عشان الالوان اللي في البروجكت تطلع هي لما تيجي تعمل لها اكسبورت. وبعد كده هنخش هنا على اللوجوهات اللي تحت. انت طبعا بالنسبه لعلامه الزائد هي بس عباره عن ستروك بالطول وستروك بالعرض، وبتيجي بس تربطهم ببعض. اعملها لك كده وبسرعه، تدوس حرف الجي، تعمل لك اول ستروك تخلي لونه ابيض، وتنزل هنا عند الكونتنت والشيب والستروك، وعايزك تخلي اللاين كاب والجوين الاتنين يتعمل لهم راوند. بعد كده تعمل لها دوبليكيت وتدوس حرف الار وتلفها 90 درجه. وكده خلصنا اول جزئيه. بالنسبه لبقيه اللوجوهات ديت انا جايبها من على فلات ايكون، طبعا اللينك هسيبه لك تحت في الديسكربشن. لما نيجي ناخد مثلا لوجو من النوم، مثلا ناخد الميكروفون ده وتنزله تحت هنا. انت طبعا عشان تغير اللون بتاعه انت هتحط بس تنت وتخلي لونه ابيض، وتفتح السكيل بحرف الاس وتصغره بالشكل ده، وهتكرر نفس الحركه ديت على نفس الوتيره. وطبعا ما تنساش الرقم دوت تكست، والسهمين اللي فوق واللي تحت هما بس عباره عن اللوجو. نفس الكلام نروح هنا مثلا على الكومبوزيشن التاني، ننزل هنا اللوجو وتظبط الروتيشن بتاعه مثلا خليه 90 درجه، وهتاخد الافكت اللي عملناه الميكروفون كوبي بيست هنا وتصغر السكيل بتاعه بالشكل ده. هتعمل له دوبليكيت وتغير مكانه وتفتح الروتيشن وتغيره نخليه مثلا سالب 90 بس كده. وما نيجي هنا في الاول نيجي نركز شويه، هتلاقي هنا في الاول في باك جراوند اولاني انا كنت عامله. انت طبعا انت ساعتها بتعمل هنا نيو وبتحط سوليد وبتدوس اوكي عادي، وبعد كده انت هتحط هنا افكت فور كلر جرادينت. وطبعا دي الالوان اللي انا استعملتها اسود، واللون التاني اللي باين عليه كحل شويه ده الكود بتاعه. ونيجي نخش هنا على اخر ديزاين معانا واللي هو الليست بتاعت شات جي بي تي. هي بالظبط نفس الطريقه الاولانيه، هتحط هنا الشيب وتكتب التكست بتاعك، وفي هنا شيب تاني معمول ما تنساهوش. بعد كده نيجي نخش نشوف الباونس اللي حصل في الاول. عندك هنا لما اجي بدأ، عندك هنا باونس حصل في الاول ما بين اللوجوهات. هتلاقي اي لوجو معمول جوه الشيب هتلاقيه معمول له تراك ميت على الشيب زائد نفسه، من خلال ان انت تتعلم عليهم كده كلهم وتعمل لهم تراك ميت هنا تحت على المين شيب. ده بالنسبة ازاي طلعت من تحت كده. وطبعا اول ما طلعت عندك هنا كي فريم كان على الاوباستي، كل واحدة كان معمول لها كي فريم معمول لها بداية من الصفر، وبعد كده هتيجي توصل لهنا وهتبقى 100. طيب بالنسبة للانيميشن ازاي طلع بقى بالمنظر ده وتعمل له باونس بالشكل ده؟ هتلاقي هنا بالظبط ان التكست لما اجى طلع اتعمل له كيف فريم لتحت لفوق. طيب وازاي بقى اتعمل له باونس؟ طبعا الحركة ديت مستعمل لها بلجن اسمه باونسر، هسيبه لك طبعا في الديسكربشن. انت بس تعلم هنا على بوزيشن، وانا معمول هنا بوزيشن واوفر شوت، وتختار هنا باونس تدوس، هتبدا هنا تطلع لك الافكت بتاعته. طبعا ديت الاعدادات بتاعتها انا خليت الفريكونسي هنا 2 والديكاي هنا 7 عشان تطلع معاك بالمنظر ده في الاخر. طبعا مش هينفع نعقد البروجكت ونقعد نحط نفس الكي فريم على الباقي. انت بس تربط اللوجوهات اللي هي هتمشي معاهم، مثلا احنا عندنا اللوجوين دول تعمل لهم لينك للتكست بس، وهتلاقيها ماشيه معاهم زي ما انت شايف دلوقتي. ودلوقتي هنخش على الانيميشن اللي بعده وهو التايب رايتنج. دلوقتي انا عايزك بس في الاول تتفرج المربع دوت كان ماشي ازاي ووصل لفين. وده عشان نعمله هنخش هنا على الكومبوزيشن اللي احنا عاملينه، نيجي نطلع قدام هنا شويه، هندوس كيو عشان نطلع الريكتانجل، نعمل لنا مربع بالشكل ده، نيجي نغير لونه مثلا للون ده ونشيل الستروك طبعا. وهنا هيبدا الشغل. طبعا في حاجتين هنشتغل عليهم واللي هو البوزيشن والسايز. طبعا هنعمل هنا في الاول كي فريم، وما تنساش طبعا تسنتر انكر بوينت، هتكون انت مطلعها هنا بره الكادر وتطلع قدام شويه وتنزلها تحت هنا. وبعد كده هتيجي هنا عند البين تول تدوس حرف الجي وعايزك تنزلها تحت بالمنظر ده. طبعا انتوا عارفين ان بدايتها كانت مربع، بعد كده هنعمل هنا كي فريم تانية بحيث ان هي تبقى مستطيل، هنشيل هنا اللينك وهنصغر شويه بالشكل ده، وبعد كده نطلع قدام شويه وهنبدل الرقمين بس بحيث لما نيجي نشغلها اول مره
هتكون عامله بالمنظر ده. طيب ازاي دلوقتي خلينا الكي فريم يبقى سريع بالمنظر ده؟ هتعلم عليهم كلهم ايز وتخش على الجراف اديتور. طبعا هنطلع هنا السبيد جراف، تدوس كليك يمين وتدوس على سبيد جراف، هتعلم عليهم وترجعهم كلهم لورا. وبعد كده انا عايزك تيجي عند الكي فريم دي وتدوس كنترول وكليك شمال. بعد كده تبعت المسافه ما بينهم كده شويه، وعايزك تعمل هنا كي فريم تانية عند البوزيشن وتدوس برضو كنترول وكليك شمال. هتلاحظ ان في هنا تقطيعه، ده انت طبعا هتبدا تعدلها بنفسك في الجراف اديتور. هتشوفها هنا بنفسك وتبدا تطلعها لفوق بالمنظر ده. وبعد كده هنطلع قدام شويه، هنعمل برضو كي فريم تانية وهتطلعها قدام حاجه بسيطه ناحيه اليمين، وتفتح برضو تاني الجراف اديتور بعد ما تعلم عليهم وتخش. وبعد كده تبدا تظبط الكي فريم بتاعها بالشكل ده. بعد ما خلصنا الشيب بتاع الانيميشن ده، هنخش بعد كده على الفكره اللي بعدها، وان هي ازاي طلعنا التكست من ورا الشيب. وده حلها سهل قوي. هنجيب مثلا التكست اللي احنا كنا عاملينه هنا وعايزينه نخليه يمشي مع الشيب، مثلا هنصغره بالشكل ده، وبدايته هتبقى هنا ودي النهايه بتاعته بالشكل ده هنا. طيب احنا دلوقتي هننزلها تحت الشيب، وبعد كده هنعمل هنا شيب تاني فوقيه بالشكل ده، وهنسنتر طبعا انكر بوينت، وهتضيف عليه فاست بوكس بلور، وهتعلي الراديوس في حاجه بسيطه بالشكل ده. وبعد كده احنا محتاجين دلوقتي نعمل تراك ميت على التكست، بحيث دلوقتي لما يجي يمشي تبقى مثلا بدايته هنا، نعمل هنا كي فريم للشيب ويوصل لهنا، يكون ساعتها ظهر كله. طبعا انت تبدا بقى تظبطها معاها بحيث يكون متماشي مع الانيميشن بالشكل ده. وطبعا مش محتاج اقولك ان الطريقه التانية دي هتبقى ماشيه بنفس الفكره، اللي هو عندك الشيب هيبدا يتحرك تاني، وعندك نفس الموضوع هيبقى فيه هنا تراك ميت على التكست الجديد، وهيبقى فيه نفس الكي فريم اللي لما مشوا مع بعض. ودلوقتي هنخش على الفكره اللي بعدها، واللي هو ازاي دلوقتي حصل الافكت ده بتاعت الويف. دلوقتي هي اتطبقت على اتنين، اتطبقت على التكست واتطبقت على الشيب الاساسي. وعايز اقولك ان حركتها بسيطه جدا، بس هي محتاجه تفهم الفكره بتاعتها بس مش اكتر. دلوقتي احنا عندنا الشيب ده اللي هنعمل فيه الفكره، هتيجي هنا تعمل نيو وتعمل سوليد وايا يكن بقى اللون وتدوس اوكي. وبعد كده هتضيف على افكت اسمه سيركل. وبعد كده انا عايزك تيجي هنا عند الايدج تعمل له سيكنس وراديوس، وبعد كده تكبر السيكنس حاجه بسيطه. وطبعا السنتر بتاعه هيبقى هنا فوق يمين، ونبدا بقى نظبطه اكتر بحيث ان احنا هنيجي هنا عند الفيزر وهنبدا نكبر هنا الاوتر والانر بالشكل ده. وبعد كده هنيجي هنا عند الراديوس نعمل له كي فريم، بحيث اول ما يجي يخش الشيب هيزداد الراديوس معاه. مثلا نطلع هنا قدام شويه ونقعد نزوده بالشكل ده للاخر. طبعا انت بقى مع نفسك انت هتظبط السيكنس بتاعه بحيث يكون ماشي معاه. وبعد كده هنيجي هنا عند الشيب وعايزك تضيف له هنا ديسبيسمنت ماب. خلينا كده ماشي معاه كده من الاول، نضيف ديسبيسمنت ماب. وبعد كده الافكت هيكون عايد على البلاك سوليد دوت. نيجي هنا نختار البلاك سوليد، وبعد كده السورس هنخليه افكس اند ماسك، هتعلم عليه. وبعد كده هتيجي هنا تحت ماكس هوريزونتال وفيرتيكال، عايزك تزودهم مثلا في حدود ال 15 وتشوف انت بنفسك ايه النتيجه هتظهر معاك. هي اصلا وظيفتها ان هي اول ما اللون الابيض اللي هيخش عليه بالشكل ده هيبدا يعمل له ويف بحيث يبدا يحرك الشيب. مثلا لو كبرناه تبقى النتيجه يظهر قدامك اهي، بس احنا خلينا مثلا نظبطها في حدود 30 مثلا. وبعد كده هنخفي السوليد اللي احنا عملناه ونعمله دوبليكيت، وهنضيف بقى عليه اللون. هنحط له مثلا افكت جراديانت رامب، هيبقى ظاهر لنا طبعا البدايه والنهايه بتاعه. نحط هنا البدايه بتاعته هنا والنهايه تحت بالمنظر ده. ونغير مثلا الالوان، نخليها مثلا هنا في البدايه موف وفي الاخر ممكن نسيبها ابيض. طبعا السوليد التانية بتاعه اللون طبعا عشان نسيبها كده هنروح نعمل لها تراك ميت على المين شيب بحيث دي تبقى النتيجه بتاعتها. طبعا نيجي نعمل لهم هنا ايز خش على الجراف اديتور وترجعها لورا بالشكل ده. وطبعا لما انت بقى تيجي تعدل على السرعه بتاعتهم ما تنساش انت دلوقتي عندك اتنين، ممكن تعلم عليهم دلوقتي تعمل لهم ايز وتخش على الجراف اديتور وترجعه لورا بالشكل ده، وتبقى ديت النتيجه اللي هتظهر لك. طبعا نفس الطريقه دي انت ممكن تطبقها على التكست بحيث ان هي تطلع لك بنفس الطريقه دي. طبعا في حاجات زياده ممكن تشوفها، مثلا انا كنت ضايف هنا في الاول ديب جلو في الاول، هنا ممكن نروح نضيف لها ديب جلو وبعد كده تقللها بالمنظر ده. وبعد كده هتلاقي هنا كان في شيب تاني ظهر بحيث ان هو يخفي الجلو اللي حصل زي ما انت شايف اهو. هو موضوع بسيط جدا. طبعا انت هتعمل هنا كنترول شيفت دي وهتمد انت شويه اللاير اللي اتقص دوت، وبعد كده هتيجي هنا تفتح الاوباسيتي عند الاتنين وهتعمل هنا كي فريم للاتنين. اللي انت طبعا عايز تظهرها هتخلي الكي فريم 100% ده قدام، وبعد كده هتخليه ورا 0، ونفس الكلام هتعكس الطريقه هنا
تبقى هنا 100%، وفي الاخر هتبقى 0. وطبعا ما تنساش تشيل الديب جلو من اللاير التانية. طبعا هتبدأ تلاحظ ان هي في الاول كانت حواليها كلها سواد، بعد كده بالتدريج بقت فاتحة عن الأول. وده ببساطة اللي احنا كنا مستعملين هنا adjustment layer، وكنا حاطين هنا CC vignette. وطبعا هنخليه هنا تحت الشيب اللي بيتحرك ده، وهنخلي هنا طبعا الاماونت بتاعه أعلى حاجة، وبعد كده هيقل بالتدريج. يعني مثلا هيبقى بالشكل ده، وبعد كده أول ما تيجي تظهر هتختفي خالص. ونعمل لها برضو الكي فريم اللي احنا بنعمله كالمعتاد. وبعد كده نخش على الانيميشن اللي بعده، واللي هي الليست اللي هتظهر معاك دلوقتي. طبعا هشيل لكم هنا الكيفريمات دي كلها وابدا معاكم من الصفر واقول لكم هي كانت ماشيه ازاي. طبعا لما نيجي هنا اول حاجه هنلاقي هنا السايز والبوزيشن. هنا كنا عاملين لهم في اول كي فريم ومطلعينه قدام، وبعد كده احنا دلوقتي عايزين نخليها تقفل كده من تحت لفوق. فانت بالظبط انت هتطلعها حرفيا لفوق كده، وهتخلي السايز اللي هنا صفر، بحيث لما تيجي تفتح معاك تبقى بالمنظر ده. وطبعا عملنا هنا ايز وتخش على الجراف اديتور وترجعه لورا. وبعد كده هننقل على الشيب ده ان احنا هنعمل له هنا نفتح البوزيشن بتاعه، وهنعمل كي فريم، وكان اصلا مكانه في الاول فوق. وطبعا مش لازم اقول لك ان الكي فريم دوت محطوط له الافكت بتاع باونس، فبتبقى دي النتيجه بتاعته. طيب بالنسبه دلوقتي ان انت عندك في الكومبوزيشن الاولاني كان عندك هنا الشيب كله كان بيتحرك، هتلاحظ هنا اللي كان في هنا روتيشن كان عايد عليهم كلهم. وده ببساطه تيجي هنا مهمه النول اوبجكت اللي احنا كنا ضايفينه. همسح لك هنا النول اوبجكت عشان تبان لك من الاول. طبعا هنضيف هنا نول اوبجكت، وبعد كده التمركز بتاعه بيتحدد على مكان الانكر بوينت، مش مكانه هنا في النص. هنخليه هنا في النص فوق، وبعد كده هنحدد من اول نيو لحد المين جي بي تي اللي احنا مسمينه. بعد كده تعمل له لينك بالنول اوبجكت. دلوقتي لما نيجي نفتح الروتيشن هتلاقيه ظبط معانا زي ما انت شايف. ودلوقتي احنا ممكن نعمل له هنا كي فريم ونخليه بدايته من هنا، ونطلع قدام شويه نخليه صفر. بعد كده نعلم عليه ونيجي هنا عند البروبرتي نخليها روتيشن وتدوس على باونس، ودي النتيجه اللي هتطلع معاك. طيب دلوقتي احنا مش عاوزينها تروح وتيجي كذا مره، وده حلها اللي احنا نعدلها هنا. هنيجي عند الديكي هنا ممكن نخليها 7، ممكن برضو نخلي فريكونسي 1. وطبعا ما تنساش ان احنا كنا برضو حاطين عند التكست اللي اسمه نيو كنا حاطين هنا ديب جلو وعاملين له كي فريم، بحيث ان هو يبدأ في الأول بفاليو صفر، وبعد كده هيعلى معاه شوية. وبعد كده نخش على الفكرة اللي بعدها. لما نيجي ننزل تحت هنا في الكومبوزيشن الأولاني هنلاقي هنا بعد ما اتعمل الانيميشن بتاع الليست في هنا تكست تتحرك هنا، ده اللي هنشرحه. طبعا لما انت تيجي هنا تركز على اللايرات هتلاقي هنا كانت متجزأة اصلا، وطبعا انت مش هتخلي نفسك ان انت تكتب التكست اكتر من مرة. وهنا تيجي وظيفة بلجن جديد اسمه تكست اكسبلودر، والميزه فيه دلوقتي ان هو لما تيجي تعلم على التكست وعايز دلوقتي تجزاه عشان تتحرك كل حرف هنا لوحده، هتيجي هنا عند السبليت انتو تختار كاركترز، وبعد كده هتدوس ابلاي. هتلاقي هنا جزأ لك كل واحده لوحدها. تشيل بقى الجزء القديم ده ونركز مع الجزء الجديد بتاعه. هنيجي هنا عند الرقمين دول نعمل لهم دوبليكيت وهنطلعهم فوق، وهنغير طبعا كل رقم فيهم. طبعا مثلا ده هيبقى 4 والرقم التاني هيبقى 3. وطبعا دلوقتي انت لازم تركز ايه اللي هيحصل دلوقتي. في بداية الانيميشن الاوباسيتي بتاعتهم كانت 100%، فانت هتعمل هنا كي فريم وتطلع قدام شوية وهتخليها 0. وبعد كده هتيجي هنا عند الاتنين دول التانيين تيجي تظهرهم، هتفتح البوزيشن تدوس حرف البي وتعمل لهم كي فريم، وبعد كده هترجع هنا ورا شويه وهتطلع الاتنين اللي فوق بالمنظر ده. وبعد كده طبعا هتيجي تعلم عليهم وتعمل هنا على البوزيشن وتدوس باونس. وطبعا هنا ما تنساش تعمل هنا نفس العددات، هتخلي هنا فريكونسي 1 والديكي تسيبه 7. وبعد كده تبدأ ترتب الكيفريمات. مثلا هناخد الاتنين دول نطلعهم قدام شوية، وبعد كده هنقلل المسافة ما بين الوباسيتي والتانية. وطبعا هنا عند التكست الجديد اللي ظهر تفتح فيه الوباسيتي، ونفس الكلام تعمل لهم كيفريم جديدة بس هتبقى بقى بالعكس، هي اللي هتظهر وتبقى ديت النتيجة بتاعتها. لما نيجي هنا بقى نرجع تاني الكومبوزيشن الاولاني هتلاقي هنا ان في تغيير في اللون، وده طبعا ببساطه ان هي كان محطوط لها فيل، وطبعا اللون بتاعها هيتغير. هي كانت طبعا في الاول ازرق، هتعمل لها كي فريم وتطلع قدام شويه وهتبقى ابيض. هتاخد نفس الافكت دوت كوبي وتنزله تحت بيست، وتفتح الكي فريم وترجعه لورا كده. وطبعا هنخش على التركه اللي بعدها واللي هي الكليك اللي حصلت هنا. دلوقتي احنا عندنا الكورسور اللي طلع، اول ما لمس الحته ديت هتلاقي هنا السكيل علا فجاه، وبعد كده اول ما يعمل كليك السكيل بتاعه هيقل، وفي نفس الوقت الاوباسيتي هيوصل للصفر. وبرده في نفس الوقت عندك هنا اللوجو بتاع الشات هنا عمل روتيشن وفي نفس الوقت اختفى برضه. طيب هتيجي هنا بقى التركه الاهم، وان هي انت عندك الشيب ده هو اللي هيبدا يغير السكيل بتاعه زي ما انا معلم لك دلوقتي. السكيل بتاعه هيبدا يتغير، وطبعا معمول له افكت الباونس، وهيبدا طبعا بالترتيب هيظهر معاك باقي التكست. طب بالنسبه
للتكست دوت مش محتاج اشرحه لك، احنا عاملينه بنفس الطريقه. كان في الاول تكست كامل وجزأناه بالتكست اكسبلودر، وعندك هنا كل واحده بعد كده نزلت بالترتيب زي ما عملنا في الاول. بيكون كده ساعتها خلصنا الانيميشن كله، وفاضل حاجه واحده بس، واللي هو ازاي قدرنا نحرك الانيميشن ده كله ونمشي معاه من غير ما نستعمل كاميرا واحده. انا عايز اقول لك ان ولا واحده فيهم ديت اصلا كاميرا، دي كانت كلها نول اوبجكت واتعادت تسميتها لكاميرا اصلا. هتعمل هنا نول اوبجكت وهنسميها هنا كام واحد، وطبعا هنغير اللون بتاعها نخليها زي الكاميرا بالظبط. طيب هي دلوقتي هنشغلها ازاي؟ انا عايزك دلوقتي اي حاجه مش معمول لها لينك نبدا نربطها بكام واحد. يعني مثلا انت عندك النول 8 اهي، هنعمل لها هنا لينك بالكاميرا، وبعد كده نفس الكلام هيعود على الباقي. يعني انت مثلا عندك النول 8 اهي معمول قدامها نون، يعني معناتها كده مش مربوطه بحاجه خالص، فانت تيجي هنا تعمل لها لينك. اي حاجه مربوطه اصلا ما تربطهاش بحاجه تانية عشان ما تلخبطش الدنيا. مثلا عندك دول معمل لهم نون، هتبدا تربطهم. عايز اقول لك برضو ان الادجستمنت لاير والباك جراوند ما يتربطوش عشان طبعا ليهم حدود مع الكادر وممكن ياثر على المشهد ذات نفسه. نفس الكلام عندك هنا الشيب والتكست والنول اوبجكت واي حاجه لسه ما اتربطتش ما عدا الخلفيات والافكتات اللي معموله في الوش، عندك دول ونربطهم فوق بكاميرا واحد. دلوقتي لما انت تيجي تفتح مثلا السكيل والبوزيشن مع بعض هتلاقي نفسك دلوقتي قادر تحركهم كلهم مع بعض. فمثلا عندك هنا في اول مشهد كانت بادئه بفوق عند اليمين، وبعد كده عملت سكيل لورا وراحت ناحيه الشمال. دي طبعا دلوقتي هنطبقها، هنعمل كي فريم ونطلع قدام شويه كده، بعد كده هنعمل سكيل قدام كده شويه ونحركها جنب من المنظر ده. ولما تيجي تتحرك احنا عايزينها تفضل برضو عامله زوم كده قدام شويه ونحركها ناحيه اليمين بالمنظر ده. وبعد كده هنعلم على الكي فريم، نعمل ايز ونخش على الجراف اديتور ونرجعها لورا بحيث هتبقى ديت النتيجه معاك. طبعا زي ما قلت لك في الاول الانيميشن ما ينفعش يفضل ثابت، وعلشان كده هنفضل نعمل له دوبليكيت وهنشيل الكيفريم القديم وهنربط القديم بالجديده، ونفضل بقى ايه نمشي مع الانيميشن كل شويه. يعني مثلا دلوقتي نعمل هنا كي فريم، نطلع قدام شويه وننزل لتحت بالمنظر ده، نعمل ايز ونرجع الجراف اديتور وراه بالشكل ده. ممكن مثلا نضيف اخر واحده نعمل لها كي فريم، نشيل الكي فريم القديم ونربط القديم بالجديده، نعمل هنا كي فريم تاني ونطلعه قدام شويه ونرجع لورا بالشكل ده، ونعمل ايز ونرجعه لورا بالشكل ده. ودلوقتي خلاص بعد ما عملنا كل حاجه فاضل تريكات كده بسيطه ممكن تفرق معاك. يعني انت مثلا في الفيديو بتاعه انت عندك الباك جراوند الاولانيه ديت ظهرت، بعد كده اختفت، بعد كده قلبت بلون تاني، وبعد كده في الانيميشن اللي بعده اول ما نزل تحت عندك هنا حاجه كده زي الفلاش ظهرت، ودوت مكانها اهوت. هي ببساطه ده كان سوليد باللون الابيض اتعمل له كيف فريم الاوباسيتي بدأ من الصفر وبعد كده بقى 9 وبعد كده رجع صفر تاني، وبعد كده لما عمل السويتش تحت عندك هنا في جلو هنا في الظهر ظهر، وده طبعا انت هتلاقيه مركون تحت خالص. هو كان عباره عن اليبس، ممكن تدوس كيو وهتلاقيه هنا فاست بوكس بلور، وده الفاليو بتاعه، وطبعا اتعمل باللون دوت. ومش عايز اقول لك ان الكيفرين بتاعه كان بالاوباسيتي بقى بالصفر وصل ل 100 وبعد كده رجع صفر تاني. ممكن برضو تلاحظ ان الشيب دوت كان محطوط له هنا دروب شادو، وعندك هنا اخر حاجه لما تيجي تنزل كان في هنا برضو شيب طالع هنا، هو برضو عباره عن سوليد ومحطوط له سيركل ومعمول له كيفريم على الراديوس، وبعد كده لما يحصل كليك نفس الكلام هتلاقي هنا كان سوليد وتحط له السيركل وتحط له برضو جريدينت رام، وبس كده. طبعا يعتبر انيميشن حلو، انصحك انت تجربه بنفسك. طبعا ما تنساش تعمل لايك وتقول لي رايك في التعليقات، وطبعا لو انت عندك فكره تانية محتاج اطبقها يا ريت تقول لي. واشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.